اهلا اهلا يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني كتير من اخر فيديو. جايه لكم بفيديو جديد، قمر تحفه جدا. الفيديو بتاع النهارده هنعمل وصفات توفير بقى. هنعمل حاجات تتعبي مثلا مره في الاسبوع وترتاحي قدامها كده حبه حلوين. هنعمل فطار، حاجات يعني تنفع فطار او غدا او عشاء او سناك، وهنعمل حاجه حلوه. كل حاجه هنعملها مع بعض النهارده. يلا بينا ندخل بقى نشوف احنا هنعمل ايه. طبعا موسم الدراسة ابتدى وبيتبقى مننا فينو كتير جدا. ممكن تكوني جبتي كمية فينو وعملتي منها سندوتشات وتبقى منك رغيف كده ولا اتنين. تجيبي مقصك القمر وتبدأي تقصقصي كده قطع الفينو وتخليها لحد ما تجمعي حبة حلوين كده وكمية محترمة. بتجيبيهم وبتحطيهم في الفرن، تديهم تحميصة على هادي قوي، تحميصة خفيفة كده. وكل شوية تقلبي في القطع بتاعة الفينو لحد ما الفينو ينشف وياخد لون ذهبي خفيف. بعد كده بتجيبي الكبة ونبدأ نطحن قطع الفينو ده. لو ما عندكيش كبة تقدري تطحنيهم في الهون عادي جدا، تقدري تعمليهم بالمبشرة. بصي كل الطرق متاحة. ممكن تعمليهم بالمفرمة بتاعة اللحمة، اللي متاح عندك اشتغلي بيه. فرمناهم ونخلناهم كويس قوي علشان في حاجات بتبقى خشنة كده بنشيلها وبنستغنى عنها. وخدنا الخلاصة بقى اللي هي البودر الناعم جدا علشان احنا هنعمل بقسماط. حطينا عليه ملح وتبدأي بقى تحطي الخلطة بتاعتك. هنزود البقسماط حبة من الدقيق. طبعا انا مش هقول مقادير لان يرجع لكمية الفينو اللي انتي مخزناها. الدقيق بيعمل ايه؟ الدقيق ما بيخليش البقسماط يتحرق بسرعة، وطبعا لما بيتحرق بيخلي لون الزيت يغير، احنا مش عايزين كده. وكمان هنحط نشا. النشا بتدي قرمشة وبتعمل طبقة كريسبي كده لأي حاجة انتي هتحمريها، سواء فراخ بقى، لحوم، كبدة، اي حاجة. تمام. حطينا فلفل اسود، حطينا 11 بهار. بصي التوابل والبهارات دي على ذوقك انتي. حطيت خلطة كريسبي حار وخلطة كريسبي باردة. طبعا تقدري تحطي اللي هي الحاجات اللي بديلة الفيجيتار يعني. تقدري تجيبي الخلطة بتاعة اللي هي ماي واي. تقدري تجيبي الكريسبي اللي بيتباع عند العطار، تجيبي ربع كيلو كده بتخلطيه على الكمية دي، برضو هيأدي الغرض. كل حاجة وليها بدايل. هنحط كمان ظرف من البيكنج باودر ونقلب الكلام الحلو ده. طبعا الخلطات اللي احنا بنضيفها دي سواء دقيق او نشا وبيكنج باودر واللي هو تتبيله الفراخ البارده او الحاره، كل ده بيضاعف معاكي الكميه. يعني لو انت عندك حبه فينو صغيرين هتبصي لما تعمليهم هتلاقي ما شاء الله اللهم بارك كميه محترمه طلعت لك في الاخر، لان انت ضاعفتي الكميه. وكل اللي انت حطيتيه هيطلع لك في الاخر نتيجه حلوه جدا. بتبداي بعد ما تخلصي وتقلبيهم كويس في اكياس محكمه الغلق وبتشيليها في الفريزر لحد ما تستخدميها. خلصنا من الفينو وعملنا احلى خلطه فيجيتار تحفه جدا، وانتي اللي عاملاها بايدك وضامنه كل مكوناتها. هنعمل كمان طعميه. الطعميه والفول من الاساسيات طبعا سواء فطار او عشاء. الفول ده انا نقيته كويس من اي حاجه فيها شوائب او كده، شلتها ونقعته من بالليل. وجيت الصبح اديته شطفه كده كويسه وصفيته كويس جدا جدا من الميه. تمام. ده كده تقريبا كيلو من الفول المدشوش. جبته كده وبعد ما صفيته كويس هبدأ اضيف عليه الاضافات بتاعتي. حطيت عليه راس كاملة من التوم وواحدتين تلاتة كده من البصل الاخضر. لو مش متوفر عندك البصل الاخضر تقدري تضيفي البصل الاحمر او البصل الابيض عادي جدا، وتضيفي معاه كرات. تمام. بس انا بحبها بالبصل الاخضر. وهنا كده اهو حطيت برضو كرات. وما تزودوش قوي في الحاجات الخضراء اللي بتتحط في الطعمية علشان العجينة تطلع الخضار بتاعها فاتح. يعني انا حاطة بصوا الخضرة، حاطة كزبرة وبقدونس، يعني 5 أعواد من كل حاجة، حاجة بسيطة جدا. علشان أنا بحب العجينة يبقى الخضار بتاعها فاتح كده، علشان لما تحمريها في الزيت القلب بتاعها ما يغمقش وتاخد منك لون بسرعة. كل التركات دي بتفرق مع الخطوات اللي احنا بنعملها في التسوية. هجيب بقى الكبة وهبدأ أفرم الخليط ده كويس جدا علشان نحضر أحلى وأسهل عجينة طعمية بيتي خطيرة. طبعا كل الحاجات اللي أنا عملتها في الفيديو دي عملتها معاكم قبل كده كتير، بس أنا النهاردة جمعتها لكم في فيديو واحد. الحاجات دي أنا بعملها مثلا أول الشهر وبتقعد معايا زي ما تقعد بقى على حسب استهلاكي. أول ما بتخلص ببدأ أعمل غيرها علشان الحاجات دي أنا ما بستغناش عنها نهائي.
هبدأ اخلط الكلام الحلو ده في الكبة. طبعا لو حسيتي ان الكبة مش ماشية بتضيفي معلقة او معلقتين من المية، ما تزوديش مية. وطلعت معانا عجينة خطيرة وريحتها رهيبة ولونها تحفة جدا. هبدأ اعبيها في الاكياس واقفل الاكياس كويس وافرغها من الهواء. وطبعا انتي عينيكي ميزان، بتعايري الكيس على حسب استخدامك وعلى حسب برضو عدد افراد اسرتك. وعلى الفريزر على طول. طعمية دي بتنفع في اي وقت، تطلعي كيس كده وتظبطيها على طول. طعمية يجي وراها على طول الفول المدمس، ما فيهاش كلام. جبت كده فول ونقيته برضو من الشوائب وخليته نضيفه زي الفل، وضفت عليه عدس اصفر وضفت عليه فول مدشوش. بس انا مش بحط اي حاجة على فول التدميس غير المكونات دي وخلاص على كده. هنيجي بقى نغسلهم غسلة كويسة تحت مية جارية لحد ما نحس ان المية صافية كده وما فيهاش اي شوائب، ونصفيهم كويس جدا. وبعد كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا لو عندك دماسه بتعمليهم في الدماسه. انا لما ببقى عامله كميه صغيره بعملها في الدماسه، بس عشان انا عامله كميه كبيره فحطيتهم في حله. طبعا هيستوي وهيبقى زي الفل، مفيش مشكله. طبعا لو ما عندكيش دماسه اعملي في الحله، واللي موجود عندك اشتغلي بيه واستغليه. ضفت ميه من الفلتر عادي جدا، وضفت معلقه كبيره من الكركم. الكركم مغذي وحلو جدا، وطبعا عامل اكسده علشان الفول ما يغمقش منك. وقلبت الكلام الحلو ده وهرفعه على النار، وهحط تحت الحله شياطه كده، وهسيب النار عاليه. اول ما الميه تبدا تغلي هروح موطيه شمعه واسيب الفول يستوي على راحته. وهنشوفه بعد ما استوى كهرمان بجد، زبده، فول خطير. ده اللي يتقال له بقى لو خلص الفول انا مش مسؤول. حلو قوي وتحفة جدا. القشرة ما فصلتش عن الفول ولا القشرة ناشفة ولا اي حاجة. انا مش بنقع الفول. الفول يا جماعة ما بيتنقعش. لما بيتنقع القشرة بتنفش كده وبتفصل عن الفولة نفسها، فانا مش بنقعه. الخطوات اللي انا عملت بيها الفول معاكم زي ما انتم شايفين طالع زبدة كهرمان بجد، تحفة جدا. جربوا الطريقة دي وهتدعولي. جبت هنا برضو الاكياس وهبدأ ان انا اعبي فيها الفول، طبعا على حسب استهلاكي وعلى على حسب اعداد افراد الاسرة. وهربط الكيس وافرغه من الهواء وهسيبهم لما يبردوا كده على الرخامة، وهشيلهم برضو في الفريزر. الحاجات دي بتكون يعني كنز كده وخير في البيت. تطلعي في اي وقت وتشتغلي مش هتقولي لا. خلصت كده الفول ويلا بينا بقى نعمل حاجة حلوة قوي قوي قوي. وممكن دي بقى تنفع فطار وعشاء وغدا وسندوتشات في المدرسة وزي ما انت عايزة. جبنة قريش هنعملها كريمي. طيب ازاي ده؟ يلا بينا نشوف. عندي قطعتين جبنة قريش، والوصفة دي حلوة قوي قوي للناس اللي ما بتحبش الجبنة القريش ان هي تاكلها كده. هجيب الكبة بتاعتي هحط فيها الجبنة القريش. الجبنة القريش مغذية قوي بس مش كل الناس بتحبها، فاحنا هنعملها بطريقة مختلفة تماما، مفيش حد هياكلها الا لما يعشقها. حطينا في الكبة الجبنة القريش، وطبعا تقدري تحطيها في الخلاط مفيش مشكلة خالص. وهحط كده حوالي 3 معالق من اللبن الحليب. تمام. اللبن بس عامل مساعد انه يحرك معانا الخلاط ويخلي الجبنة كريمي شوية. هنحط بقى المكونات دي وهنديها ضربة كده كويسة علشان نبدأ ان احنا نفتت الجبنة وتختلط مع اللبن قبل ما نضيف باقي المكونات بتاعتنا. وزي ما انتوا شايفين القوام بتاعها كريمي وحلو قوي. هضيف ايه؟ هضيف فلفلاية رومي حمراء كبيرة، وحبة من الزيتون، وواحدة فلفل حامي. تقدري تستبدلي الفلفل الحامي بفلفل اخضر عادي مفيش اي مشكلة. وضربنا الكلام القمر ده مع بعضه. وتعالوا شوفوا لي بقى قوام الجبنة ولا ريحتها خطيرة يا بنات. جربوا وصفة الجبنة القريش وهتدعولي. وحطيتها كده في علبة محكمة الغلق وعلى التلاجة على طول. يا سلام يا سلام، اختراع بجد. الوصفة دي اختراع وان شاء الله هتحبوها جدا. يلا بقى نشوف هنعمل ايه كمان. ما احنا مش هينفع بقى نعمل حاجات للفطار والعشاء، لازم نعمل حاجات سناكس كده في النص. كان عندي حبة من الترمس، نقيتهم برضو وشلت اي حاجات مش لطيفة فيهم وسبتهم منقوعين حوالي ساعتين. بعد كده شطفتهم تحت مية جارية وصفتهم كويس جدا. هحطهم بقى في الحلة اللطيفة دي وهبدأ ازودهم مية وهنرفعهم على النار. في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. هنسيب بقى الترمس على النار يستوي كويس قوي.
تعرفي انه استوى ازاي؟ لما لون المية بيغير ويتحول لاصفر، لما حباية الترمس بتنفش وتكبر كده وحجمها بيتضاعف، لما بتمسكي واحدة كده من الترمس علشان تختبريها وتلاقيها سهلة معاكي، يبقى كده طبعا استوى. في حاجات كتير نختبر بيها الترمس، طبعا ده للناس اللي هم سنة اولى مطبخ، اما الستات الامارات اللي هم الخبرة بقى عارفين كل حاجة، وربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم. هنا كده الترمس كان خلاص ابتدى يدخل في السوى، والمية بتاعته رايقة وزي الفل. ولو لقيتوا ريمة بتطلع كده على الوش فورا بتشيلوها، اي ريم يطلع من على البقوليات لازم يتشال فورا لانه مضر جدا. التركية بقى بتاعت الترمس ان احنا نعمل خلطة وتتبيلة نحط فيها الترمس تكون جبارة. جبت العلبة اللي انا هحط فيها الترمس وحطيت فيها مية وطبعا ملح، وتبدأي تدوقي الملح وتشوفي لو الملح عايز يتزود او كده وتظبطيه. حطيت فيها معلقة حلوة كده من البابريكا، وحطيت كمان شوية من الشطة، شطة وبابريكا طبعا. بجد خلطة جبارة هتخلي الترمس رهيب رهيب رهيب. وحطيت حبة صغيرين من الكمون، وهنقلب الكلام الحلو ده مع بعضه علشان يختلط كده، وندوب الملح كويس. وزي ما قلت لكم بتشوفوا الملح، ولو عايز يتظبط بتظبطوه. خلاص كده هنركن بقى الخلطة دي على جنب، هي كده جاهزة علشان تستقبل الترمس كده بكل انبساط. عارفين هتحطوا الترمس هيبقى رهيب بجد يا بنات. الترمس استوى، صفيناه من المية بتاعته وادينا له شطفة كمان وسبناه يتصفى تماما. هبدأ بقى انزل بالترمس في الخلطة دي، وتسيبوه مثلا في التلاجة من 2 ل4 ساعات. بعد كده تقدري تاكليه ويبقى معاكي زي الفل. هتقدميه في طبق وعليه عصرة ليمون وبالهنا والشفا. بصوا حباية الترمس جميلة وقمر ومش متكسرة ولا اي حاجة، ومستوية كويس جدا. طبعا الترمس لما بيتحط في التتبيلة دي بياخد بقى من طعم الكمون والملح والشطة والبابريكا، وبيكون متبل وزي الفل. بجد العلبة دي خطيرة. الترمس من الحاجات الحلوة قوي المشبعة جدا، سناك لطيف وصحي. هنشيل العلبة دي بقى في التلاجة، وكل ما تحتاجي منها بتطلعي بمعلقة نظيفة. اهم حاجة تكون المعلقة نظيفة عشان باقي الكمية ما تفسدش. خلصنا الترمس، هنعمل ايه بقى؟ هنعمل بليلة. طبعا البليلة دي يا سلام لو تدي ولادك كده طبق بليلة وهم بيذاكروا، ما شاء الله هتشبعهم ومغذية جدا. سلام لو طبق بليلة على الصبح وهم نازلين رايحين المدرسة كده باللبن، خطيرة. غسلت القمح وطبعا نقيناه من اي شوائب وصفيناه كويس. هحطه بقى في الدماسة لان انا كنت عاملة كمية قمح صغير. هحطه كده في الدماسة وهزوده مية من الفلتر، وهحطه بقى على البوتاجاز. ونفس الخطوات هنحط تحت الدماسة شياطة لحد ما المية تغلي، واول ما تغلي هنوطي شمعة تحت القمح، ونسيب القمح يستوي على مهله خالص لحد ما حباية القمح تنفش وحجمها برضو هيتضاعف وهتستوي. هنحط بقى الكلام الحلو ده على البوتاجاز ونشوف بقى القمح بتاعنا بعد ما استوى وبقى بليلة تحفة. القمح ومية، فكوكوا بقى من اضافة رز والناس اللي بيضيفوا حاجات ملهاش اي لازمة. بجد القمح بالطريقة البسيطة دي طعمه حلو ومليان فيتامينات ومليان حاجات مغذية وصحي جدا. طبعا تقدري تضيفي عليه لبن، تقدري تضيفي عليه مكسرات، تقدري تحليه بسكر او بعسل، او تقدري تحطي عليه شعرية متحمرة، مش شعرية اللي هي اسمها كنافة، الكنافة المتحمرة تحفة تحفة تحفة. هنيجي بقى نعمل حاجة حلوة. هنعمل ايه؟ هنعمل وافل. الوافل من الحاجات الحلوة السهلة اللي مكوناتها بسيطة وبتديكي كمية كتير جدا في الاخر. معانا عدد 2 بيض بدرجة حرارة الغرفة، معلقة كبيرة من السكر، ظرف بيكنج باودر، ظرفين فانيليا، نص كوباية زيت ونص كوباية لبن، كوباية مية، و3 كوبايات وربع من الدقيق. هبدأ أضيف كل المواد الجافة على بعضها، الدقيق، الملح، البيكنج باودر، الفانيليا، كمان السكر. هقلب كل الكلام ده مع بعضه، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. الوافل قلتلكوا مكوناته سهلة جدا وبيدي كمية كبيرة قوي. تقدري تعملي الكمية وتشيليها في الفريزر وتطلعيها تسخنيها. تقدري طبعا حاجة حلوة لو جالك ضيوف فجأة تقدري كمان تديها للولاد في اللانش بوكس، حلوة قوي ومغذية جدا، ياكلوها كده وهم بيذاكروا، خطيرة.
جبت الخلاط وحطيت فيه البيض واللبن والزيت وكمان حبة صغيرين من المية. هضرب الخليط ده كويس جدا وهبدأ اضيف الدقيق شوية بشوية، ومع اضافة الدقيق برضو بزود من 2 ل3 مية. انا مش بحط كوباية المية كلها مرة واحدة، ده طبعا بيختلف على حسب نوع الدقيق. بجد خلطة وافل رهيبة، حلوة قوي وسهلة جدا. هنا كده هبدأ اضيف الكمية بتاعتي وازود مية زي ما قلت لكم تدريجيا لحد ما نوصل للقوام اللي احنا محتاجينه. خلصت كده، جبت عندي الازازة دي بتاعت الوافل والبانكيك، حلوة قوي. هبدأ اصب فيها الخليط وهنشتغل بقى وهنعمل الوافل. انا عندي الجهاز، طبعا لو انتي مش عندك الجهاز تقدري تجيبي القوالب السيليكون اللي هي بتتباع في محلات الادوات المنزليه، متوفره في كل مكان وسعرها على قد الايد وسهله في التنظيف، وبتحطيها في الفرن وبتطلع النتيجه زي الفل. جبت الجهاز، هديله كده دهنه بسيطه من الزيت. طبعا تتاكدي ان الجهاز سخن تماما علشان الوافل ما تلزقش فيه. هبدأ انزل بالخليط وهنقفل عليها الجهاز لحد ما تستوي. طبعا الجهاز اول ما بتنور كده اللمبة الخضراء واللمبة الحمراء كده خلاص استوى، تبدأي تبصي عليه. بس انا هنا كنت عايزة ياخد لون شوية زي ما انتوا شايفين كده. بجد طريقته سهلة جدا، زي ما قلت لكم لو الولاد اخدوه في اللانش بوكس او هم بيذاكروا او هم رايحين التمرين وانتي خارجه خروجه كده رايحه نادي او رايحه مكان، تقدري تعمليه وتاخديه معاكي، الولاد هيتبسطوا بيه جدا. طبعا الوافل بيتباع بره برقم، يعني تخيلي انتي بقى لو عملتيه في البيت بمكونات بسيطه قوي وتفرحي البيت كله بيه، وهيتبقى عندك كمان كميه تاني. انا عايزه اقول لكم انا عملت الحبه للولاد اكلوهم، والباقي كنت حاطاه في نفس الازازه دي في التلاجة، وكانوا كل ما بيحتاجوا بطلع واشتغل بيها على طول. بصوا قد ايه واخده طبقه كريسبي من بره وحلوه قوي ومتماسكه، وحجمها كده كويس زي القمر. زي ما انتوا شايفين عملت كميه كبيره جدا من الوافل، واخده لون رهيب، وكانت ريحه الوافل خطيره في البيت. جيت هنا قدمت الوافل، طبعا تقدري تقدميه زي ما انت عايزه. حطيت واحده عليها صوص شوكولاته وقطع موز، وواحده تاني حطيت عليها صوص شوكولاته جاهز وصوص فراوله، وواحده حطيت عليها عسل ابيض، وواحده حطيت عليها سكر بودره. تقدري تحطي مربى، تقدري تحطي زبده فول سوداني، تقدري تحطي زبده لوتس، اللي انت عايزاه. بجد خطيره وتحفه جدا ومغذيه جدا جدا جدا، وبجد جربيها ومن ايدك اكيد هتطلع احلى والولاد هيحبوها. لحد هنا الفيديو بتاعنا خلص، والافكار بتاعنا لسه ما خلصتش. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير لاصحابكم عشان كله يستفيد. ولو عايزين نكمل سلسلة افكار موفرة وحاجات نعملها للبيت سواء فطار او غدا او عشاء او سناك، اكتبولي في الكومنتات وانا عينيا ليكوا هعمل لكم احلى وصفات. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتم ولو حاجة بسيطة منه، وعايزاكم بقى تكتبولي في الكومنتات ايه رأيكم في الوصفات الحلوة دي. وطبعا لو جربتوا وصفة ما تنسوش تكتبولي تعليقكم وتقولولي ايه رأيكم. لحد هنا الفيديو بتاعنا خلص، اشوفكم على خير، فيديوهات جاية كتير. باي باي، مع السلامة.